بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا عنوان الفيديو النهارده قذف جبهه وانتقال كهرباء. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك وتعمل كومنت، وتعالوا نشوف الاخبار. طبعا عنوان الفيديو النهارده قذف جبهه. طبعا الاستاذ عمرو الدرديري بيقول لك ان احنا خدنا حق الاهلي او خدنا بطار الاهلي من مودرن سبورت. تعالوا مع بعض نشوف كلام عمرو الدرديري، بعد كده نقول لكم اللي هيحصل. حبيبي يا الناقد كابتن. الرياضي الكبير حبيبي مبروك وسعيد للزمالك امبارح. يعني خدنا طار النادي الاهلي كده، ويعني كسبنا له مودرن اهو. كان عامل ماتش مع مودرن صعب جدا، حسسني ان مودرن ده ريال مدريد مثلا. ايوه بس لكن مودرن الزمالك فرقه محترمه طبعا، لا بصراحه محدش يقدر ينكر. لا بس الزمالك خد يعني. وتعب الزمالك على فكره، كان مودرن ممكن يتعادل مع الزمالك بس الزمالك الله يرحمه. ثانيا الامر مختلط على الاستاذ عمرو الدرديري، لان هو تقريبا معتقد ان مودرن كسب الاهلي. لا تعادل. يعني تعادل. انا يعني طبعا ده كان رد الاستاذ عمرو الدرديري، بيقول لك ان مودرن سبورت شايفه نفسها ريال مدريد قدام النادي الاهلي، وان احنا خدنا بطار النادي الاهلي. طبعا الاستاذ ايهاب الخطيب رد عليه برد مقنع جدا، بمعنى صح قذف جبهه، وقال له لما تاخد بطارك انت الاول بعد كده يبقى اتكلم. تعالوا نسمع الاستاذ ايهاب الخطيب ونعلق بعد كده. هو تقريبا معتقد ان مودرن كسب الاهلي. لا تعادل. يعني تعادل. انا يعني ما خسرت نقطتين، يعني انا عاوز يعني لا معلش بس تعادل معلش. مع الاهلي رقم مكسب. واحد لا تعادل مع الاهلي خسرت نقطتين، انا بتكلم على خسرت رقم واحد نقطتين. رقم واحد. يعني انا شايف ان الزمالك يعني ما فيش حاجه اسمها طار الاهلي او بتاع. داخل سخن عمرو. لا بالعكس، ده حاجه كويسه قوي. انا اهم حاجه الزمالك ياخد طار نفسه، يبقى يعرف ياخد طار نفسه. فين نفسه في ايه؟ طيب فاهمني؟ اللي احنا لسه في الاسبوع الثالث. ايوه ترجع بقى لسه مكانك الأسبوع الطبيعي التالت. المركز الثاني وتظبط الدنيا، لان خلي بالك المنافسه لا السنه مكاننا دي الطبيعي المركز الاول. المنافسه السنه دي مكاننا الطبيعي المركز انت بقالك الاول. 3 سنين ما شفتش المركز الثاني. شوف طبعا الاول ده كان رد سلمه الاستاذ تطلع ايهاب الخطيب على عمرو الدرديري، بيقول له لازم الاول ان انت تاخد حق نفسك او توصل بايه، تاخد طار نفسك. لما بيراميدز واخد مكانك في المركز الثاني في افريقيا، انت بقالك 3 سنين مش بتشارك، بيراميدز واخد مكانك. فانت يا ريت يا استاذ عمرو قبل ما تتكلم على النادي الاهلي وان انت خدت بطار النادي الاهلي في اول مباراه او ثاني مباراه مع مودرن سبورت، شوف نفسك بقالك 3 سنين مش بتوصل اصلا افريقيا ولا بتشارك في البطوله الافريقيه، اخرك الكونفدراليه وفي المركز الثالث. فانت دور على نفسك وخد طار نفسك الاول. وعشان افكرك بحاجه كده بسيطه جدا، لما بتدور على ان انت خدت بطار الاهلي، خد طارك من الاهلي الاول. الاهلي واخد منك بطوله افريقيه انت لحد النهارده مش عارف توصل ليها، من سنه 2002 لحد النهارده انت مش عارف توصل ليها. بيراميدز اللي بقاله 5 سنين هو طالع عنك، وبقاله 3 سنين بيوصل افريقيا، وخد السنه اللي فاتت بطوله افريقيا، وانت بقالك حوالي 22 سنه او 23 سنه مش عارف توصل ليها. فانت يا ريت قبل ما تتكلم وتقول ان انت خدت بطار الاهلي، دور على مشكلتك الاول، ودور على النادي بتاعك اللي هو اصلا مش عارف يوصل ولا لبطوله افريقيا ولا عارف بقاله 3 سنين ياخد مركز ثاني. ويا ريت يا استاذ عمرو ما تتكلمش على الاهلي كتير وركز مع النادي بتاعك. تعالوا مع بعض نشوف الخبر اللي بعد كده. طبعا الخبر اللي معانا بعد كده، الكابتن رضا عبد العال بيقول لك الفينا اللي لسه اصلا جاي نادي الزمالك بيقول لك افضل من زيزو. طيب انت قيمت الفينا ده بناء على ايه يا كابتن رضا؟ انت لسه اصلا ده ثالث مباراه ان انت تشوف فيها اللاعب، او ثاني مباراه تشوف فيها اللاعب. اول مباراه نزل في الدقيقه 75، وثاني مباراه بدا من البدايه. ما قلناش ان اللاعب مش كويس، لا اللاعب كويس جدا، والكوره في رجله كويسه جدا، ولاعب على لاعب كويس جدا. بس انت ما تقيمش لاعب لسه جاي عندك النادي وانت لسه ما شفتوش ولسه ما كملش معاك الموسم. ممكن يجي بعد ماتش او اتنين اللاعب ده يتصاب وزيزو يبقى افضل منه، وعامه زيزو افضل منه لان زيزو انت عارفه، وزيزو جايب بطولات لنادي الزمالك. فيا ريت تركزوا مع نادي الزمالك وقلبنا اللاعب الجديد اللي انتوا لسه جايبينه، وبلاش تركزوا مع زيزو. زيزو مع النادي الاهلي محقق كل الارقام ومحقق كل البطولات، ولسه هيحقق بطولات تانية. وزيزو شارك في كاس العالم اللي انت اصلا او الزمالك لسه ما حلمش بيه ان هو يوصل لكاس العالم، او ما وصلش لافريقيا عشان توصله كاس العالم. فيا ريت يا كابتن رضا ما تقيمش لاعب لسه جاي بلاعب
بقاله اكتر من 5 سنين معاك ومحقق لك بطولات، فركز مع النادي الزمالك واللعيبه اللي لسه جايه والمشاكل اللي لسه هتشوفوها. تعالوا مع بعض نشوف الخبر الجديد. الخبر اللي معانا بعد كده رسميا انتقال محمود عبد المنعم كهربا الى نادي القادسيه الكويتي لمده عام. طبعا محمود عبد المنعم كهربا كان لاعب الاهلي السابق ولاعب الاتحاد الليبي الحالي، منتقل الى نادي القادسيه الكويتي لمده عام. فطبعا كلنا شفنا وكلنا عارفين محمود عبد المنعم كهربا لاعب مجتهد ولاعب بيقدر ان هو يسجل اهداف، فبنتمنى له الخير في ناديه الجديد. وتعالوا مع بعض نشوف الخبر اللي بعد كده اللي هو خبر كارثه بمعنى. الخبر اللي معانا بعد كده في الصوره اللي هتظهر قدامكم، سيده تطلب بتعويض 20 مليون جنيه من الزمالك لظهور رقمها في اعلان الدباغ. طبعا الزمالك عمل صفقات جديده من ضمنها الدباغ. طبعا الدباغ ظهر في الاعلان ان هو بيرفض رقم اخره 1907 وبيتصل برقم اخره 1911. طبعا الرقم اللي ظهر في الاعلان ده يخص سيده معينه، والسيده دي طبعا جالها ضرر كتير، فهي بتطلب من الزمالك 20 مليون جنيه. فطبعا قدمت شكوى ضد نادي الزمالك بسبب ظهور رقمها في الاعلان. طبعا كل الناس اللي طلعت قالت ان الدباغ مش عايز يجي الاهلي، وان الدباغ رفض رقم اخره 1907 واتصل برقم 1911. طب يا ريت قبل ما تعملوا الاعلان تتاكدوا ان الرقم ده يخص حد معين ولا لا، ولا الرقم ده اصلا مقفول من الشركه وملوش علاقه بحد. بس للاسف طلع ان الرقم ده يخص شخص معين، وان الشخص ده اتضر وطالب بتعويض من نادي الزمالك. فطبعا الزمالك ما معهاش فلوس ان هي تدفع بسبب المشاكل الكتيره، وطبعا بسبب الصفقات اللي عملوها الزمالك، لان الدخل اللي دخل لنادي الزمالك اكبر او اقل من الصفقات اللي جابوها نادي الزمالك. طبعا الزمالك جاب صفقات او اكتر نادي جاب صفقات السنه دي. فيا ريت طبعا كل شخص او اي حد مركز مع النادي الاهلي، شفت اخر التركيز، ركز بقى مع النادي بتاعك وركز في الاعلان بتاعك عشان تطلع حاجه كويسه بدل ما يجي لك اي مشكله من الناس من بره. طبعا التعويض 20 مليون جنيه لسه طبعا هنشوف ايه اللي هيحصل في الاخبار او ايه اللي هيحصل في مشكله الزمالك مع الست دي. وتعالوا مع بعض نشوف الخبر اللي بعد كده. الخبر اللي معانا بعد كده طبعا الفريق الاول في النادي الاهلي يستعد لمباراه غزل المحله يوم الاثنين القادم الساعه 6. فطبعا كل اللعيبه عندها حماس ان هي تفوز على غزل المحله في المحله عشان خاطر الاهلي يوصل ل7 نقاط ويتعالى في الصداره في المركز الاول. ما تنسوش طبعا متابعه وما تنسوش اشتراك في القناه.